في يوم سألوا الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، ايه هو أعجب أنواع الإيمان؟ قال لهم: يلا قولوا انتوا، جاوبوا على السؤال. قالوا: أكيد أعجب أنواع الإيمان هو عند الملائكة. الملائكة بيشوفوا ربنا وبيتكلموا معاه وبينفذوا أوامره وبيسجدوا له وكل الكلام ده. رد عليهم الرسول وقال: الملائكة عند ربهم بيعبدوه وبيسجدوا له وبيسبحوا له وشايفينه طول الوقت. لا، مش هم. ردوا عليه وقالوا له: أكيد الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى بيوحي إليهم وبيبعت لهم سيدنا جبريل بيتكلم معاهم ويبعت لهم الملائكة علشان يتواصلوا مع ربنا وينفذوا أوامره. رد الرسول وقال: لا، مش هم. هنا قعدوا الصحابة يفكروا شوية وقالوا: عرفنا مين. احنا أعجب أنواع الإيمان. فضحك الرسول وتبسم وقال لهم: أكيد أنا فيكم وبقول لكم رسالة ربنا سبحانه وتعالى، فلا، مش أنتم أعجب أنواع الإيمان. فردوا الصحابة وقالوا: خلاص احنا مش عارفين مين يا رسول الله أعجب أنواع الإيمان. رد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هم ناس هيجوا من بعدي مش هيشوفوني، ولكن هيشوفوا قدامهم كتاب، الكتاب ده هيقروه، وبالكتاب ده وبالكلمات اللي فيه هيأمنوا بربنا سبحانه وتعالى، وهم دول أعجب أنواع الإيمان. إذن من القصة دي نفهم إن الناس اللي بتؤمن بربنا سبحانه وتعالى هم مش شايفينه، اللي بيؤمنوا بالكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله، اللي بيؤمنوا بالغيب، اللي بيقيموا الصلاة، اللي بينفقوا من كل شيء ربنا رزقهم بيه، اللي بيشكروا ربنا على نعمه، اللي بيعبدوه وبيصلوا له وبيسجدوا له، اللي ما بيأذوش الناس وما بيضايقهمش، اللي بيرحموا التانيين وبيعفوا عنهم. هم دول أعجب أنواع الإيمان. هم دول اللي ربنا قال عليهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه؟ لأنهم أمنوا بالغيب، أمنوا بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله، وبالآخرة وباللقاء هم مؤمنين. دول اللي على هدى من ربهم، ودول هم المفلحين. أتمنى لكم كل السعادة. أنا جينا اللوسي. باي باي.